انا وهند صاحبتي خلصنا ايفنت فلورمار وروحنا خلاص. جماعه، انا بجد عايزه اقعد ارغي معاكم كتير قوي. خلصنا ايفنت فلورمار وبجد ده من احلى الايفنتس اللي حصلت ككل حاجه. فتعالوا بقى نشيل الميك اب مع بعض ونظبط شعري كده والبس البيجامه واقعد ارغي معاكم شويه. قبل ما البس البيجامه قولي لي رايكم في اللوك بتاع النهارده في ايفنت فلورمار. قولي لي رايكم في الدريس، في شعري، في الميك اب، في كل حاجه. وانا حاسه بالتطور في الميك اب بتاعي يا جماعه، على فكره بجد مش هزار. يلا بقى نشيل الميك اب، هروح البس البيجامه واجيلكوا ونقعد بقى نرغي مع بعض شويه، فاوعوا تروحوا في اي حته. انا جيت ولبست البيجامه ومش قادره اوصف لكم انا ارتحت ازاي، بس لمجرد ان انا لبست البيجامه حسيت ان خلاص في الكومفورت زون بتاعتي. فعايزه البس دي علشان شعري ما يتبهدلش. جبت معايا كوتن بادز ومايسلر ووتر عشان اشيل الميك اب. طيب الايفنت النهارده اتعمل ليه او بمناسبه ايه او كده؟ انا اقول لكم ايه علاقه هاند بالايفنت ده. فلورمار عاملين كولابريشن مع هاند، وعاملين مع بعض الماسكارا دي اللي هي الفوليوم اب. ودي اصلا انا حطاها وخطيره. بصوا رافعه ازاي بجد. حواجب بقولكم رموشي تحفه 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 بجد خطيره. فالنهارده الايفنت ده بمناسبه الكولابريشن اللي ما بينهم، وهي حقيقي حلوه جدا. عايزه اقول لكم بقى ان التيم كله لذيذ بشكل مش طبيعي. يعني انا كنت متخيله ان انا بقى هاجي تركيا مش زي بقى بلاد العربيه اللي هو انا مش عارفه فيها حد قوي، او مش بنتكلم على الاقل نفس اللغه. الناس لذيذه بشكل مش طبيعي بصراحه. فدي حاجه بسطتني قوي. ميك اب فلورمار كله عجبني قوي. انتوا متخيلين ان انا حطيت فاونديشن؟ انتوا اكيد استغربتوا قوي صح؟ انا ما بحطش فاونديشن تماما، يعني انتوا عارفين حاجه زي كده كويس جدا. بس الفاونديشن بتاعهم خطير، حلو قوي، خفيف قوي. والكونسيلر نفس الكلام. البلاشر، الكونتور، انا استخدمت الفول، يعني فول ميك اب من فلورمار. انتوا شفتوا الفيديو اكيد. فبصراحه انا منبهره. راجعه مصر امتى بقى؟ من حقكم تعرفوا تطمنوا عليا عادي جدا. انا راجعه مصر ان شاء الله بعد بكره. كان المفروض ارجع بكره، وبعدين قلت انا اكستند يوم كمان عشان انا بجد مبسوطه قوي ان انا جيت تركيا. انا بحب تركيا جدا 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 من وانا صغيره قوي، من ايام سنوات الضياع والعشق الممنوع بجد. انتوا متخيلين؟ فما كانش ينفع اجي وافوت كده ان انا جيت. فقلت على الاقل بكره هشوف بقى مثلا الاستقلال، تقسيم، انا بقى مش عارفه اسمهم ايه، شوارع، ميادين، عشان كده بقول اساميهم بس. اللي هو شارع استقلال اعتقد، ميدان تقسيم تقريبا، وفي جالاتا تاور عايزه اروحه برضو. ففي اماكن كتير قوي عايزه ابص عليها. طبعا انا كنت بقول لكم في فيديو خليج البوسفور، بس كذا حد كتب لي هو مضيق البوسفور. انا مش عارفه قوي يعني. بس المهم ان هو عايزه برضو اتمشى عليه. عايزه اكل ساندوتش السمك المشهور جدا المعروف جدا في كل المسلسلات. مسلسلات مأثرة عليا جامد. انا بقى صاحيه الساعه كام النهارده؟ مش صاحيه الساعه 8 الصبح ولا 9 الصبح ولا 10 الصبح، صاحيه 4 الفجر. ليه؟ بجد ليه؟ يعني مش فاهمه يعني. انا ما بقتش فاهماني. 4 الفجر. انا عايزه اقول لكم ان انا ضايعه، مش شايفه قدامي بجد. عارفين المرحله اللي بتوصلوا لها من كتر ما انتوا عايزين تناموا قوي، تعبانين قوي، انتوا فوقتوا 100%، فاللي هو خلاص بقى انا مش عارفه اصلا ممكن انام ازاي، مع اني اول ما احط راسي على المخده انا هيغمى عليا، مش هنام عادي. فمحتاجه انام علشان مش عايزه انام بدري قوي الساعه 10 برضو. يعني ما انا لو نمت الساعه 10 هصحى تاني الساعه 4 الفجر، فيومي هيبوظ. فانا هحاول امسك نفسي بالعافيه، هحاول انام 12 واحده، استنى شويه يعني، اقعد اتفرج على اي حاجه، اقعد اعمل اديت، اعمل اي حاجه يعني. آم، علشان بكره بقى اعرف اخرج بقى براحتي الساعه 8 الصبح مثلا او 9 الصبح، بني ادمه طبيعيه عادي. لكن 4 الفجر و5 الفجر دي ده كده احنا كتاكيت، حتى كتاكيت نايمين برضو يعني. فكرة ان هنا شروق الشمس الساعة 8 الصبح، فحتى 7 دي بدري جدا مثلا. يعني 7 دي انا هنزل في الليل. جاز كده الميك اب كله اتشال خلاص. هغسل بقى وشي. دي اللحظة اللي انا بستناها بجد، ان انا اشيل الميك اب وامسح وشي كويس قوي واغسل وشي كويس قوي. مش امسحه، لا، انا كده بدأت ابقى عايزة انام خلاص، عشان اول ما ابدأ اغلط في الكلام يبقى انا عايزة انام. من الحاجات اللي مفرحاني قوي بقى الحمد لله ان احنا 2 بس اللي جايين من مصر كانفلونسرز ككونتنت كريتورز، فدي حاجه نفتخر بيها بصراحه. يعني مبسوطه قوي ان انا بحضر براند انترناشونال زي فلورمار مع هاندا، ممثله تركيه خطيره. فبصراحه الحمد لله يعني ده
حاجه اقعد اقول عليها الحمد لله كتير. اتعودت كده ان الحمد لله اي انجاز بيحصل في حياتي ايا كان في شغلي في حياتي عامه ما عديهوش عادي كده واحس ان هو عادي. يعني لا خالص، هو مش عادي، هو الحمد لله. والواحد لازم دايما يحمد ربنا على الطبيعي اللي عنده، فما بالك كمان حاجه اكسترا، حاجه زياده، حاجه تطور في حياته. فالحمد لله بجد على كل حاجه. الفيديو هيخلص فانا حطيت بسرعه الليب ثيرابي ده، وحطيت اي كريم عشان اقول لكم جود نايت. ودايما دايما معايا بتشاركوني كل حاجه حلوه في حياتي الحمد لله، بتشاركوني كده، بحس ان انتوا بجد مسافرين معايا، وبقول لكم الابديتس اول باول، بنتكلم فيديو كول وبرغي معاكم براحتي. بحبكم قوي قوي قوي، تصبحوا على خير.